السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرياضية من قناة كل الرياضيين. عاد النادي الأهلي واحتل المركز الأول في مرتبة وترتيب الدوري المصري من جديد، وعندما يعود النادي الأهلي إلى المركز الأول لا يتركه أبدا ولا ينازعه فيه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد. أصبح النادي الأهلي بفرق 2 بونت عن بيراميدز. ده الخبر الأول. ماتش النادي الاهلي هنتكلم فيه فقط لا غير عن الهدف الملغي لوسام ابو علي، واللي هو لا في تسلل ولا في فاول. ورحنا الفار نبص على الفار ورجعنا وهوب رحنا رافعين ايدينا. يا عم انت حاسب ايه؟ اوفسايد؟ طب ما فيش اوفسايد. ليه يا عم محمد ما فيش اوفسايد؟ لان اسمها جوده لعب. المدافع نط ولعب الكوره ولعبها غلط، اسمها جوده لا، فخلاص هو راجل ما بيعرفش يلعب بالبلدي، فخلاص مفيش اوفسايد. طب الناحيه الثانيه فاول؟ مفيش فاول، محدش لمسه، فلا هي فاول ولا هي اوفسايد. طب لغيت ليه؟ هو رفع ايده. مش فاهمين دي تسلل المرفوع ولا ركله حره غير مباشره؟ لا نفع كده ولا نفع كده، والامر لله. وادينا صابرين. بس الحمد لله لعيبه الاهلي رجاله وداسم وفزنا 4-2. مبروك على كل الاهلاويه، انتصار الاهلي على المصري واعتلاء جدول الدوري، وده اول حاجه ممتعه. انا هسيب النادي الاهلي حبيب الكل اللي بيبسط كل المصريين وفرح كل المصريين ما عدا الزملكاويه. عايزين خالص على جنب دلوقتي، وخلينا بقى في المتعه بتاعت امبارح. بقى انا مش هتكلم على ماتش بيراميدز دلوقتي، هتكلم على ماتش الزمالك ويا خبر وسيراميكا. يا خبر، مين الحكم يا اولاد؟ كابتن محمد الحنفي. نعم. طب ايه الموضوع؟ انت ليه بتقول كده؟ لان انا شفت امبارح احتواء من اول وجديد. يعني ايه احتواء؟ احتواء. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ مهاجم جوه ال 18، كرة في الهوا، زق المدافع في ظهره، طلعه بره اللعب وخد الكرة راح يجيبها جون. جون. طب فين الفار؟ الناس يتكلموا وتحتاج ولا؟ ده للزمالك مش هيتلغى ومحدش يفتح بقه. طب ده جون. حرام بالبلدي كده، حرام. طيب العكس بقى، خلينا في العكس بقى. يعني ايه؟ احنا اتكلمنا على الجون المضروب. خليك في البلنتي بتاع سيراميكا اللي ما اتحسبش. ده ايه دي؟ انا هوشت، عملت فنت على واحد وعديت وهو مش طاير الكوره، رايح عليا حاجزني حشني. البيخ مش طاير الكوره اصلا، بيلعب على جسمي ما بيلعبش على الكوره. ده ماله؟ انت ازاي ما تديهاش بلنتي؟ حجزوا كوره كده. العيال الصغيرين في الشارع بيحسبوها فاول. طب فاول جوه ال 18 بقى ركله جزاء. ايه الاحتواء الجميل ده؟ يعني جول غير شرعي وركله جزاء غير محسوبه، وفي تعالى في فاول في نص الملعب. لعيب الزمالك طحن لعيب بيراميدز، قتله. الكره راحت لعيب سيراميكا، قصدي الكره راحت للعيب سيراميكا. واحد تاني. انا بسيب اللعب ماشي، وبعد اللعب ما بيقف برجع ادي القرار الاداري اذا كان هيبقى اصفر ولا احمر. رحنا مطنشين ويلا هوب غمينا عينينا زي ما غمينا في البلنتي وزي ما غمينا في الجون اللي دخل جون، ورحنا عاملين مش شايفين. وانسى يا عم، انسى، الكرة عدت. ايه ده؟ لحد امتى احتواء؟ وسبحان الله الماتش خلص تعادل 2-2، وهو المفروض يبقى 2-1. انا قبل كده طلعت فيديو قلت الزمالك اتظلم. النهارده لا، الزمالك ما اتظلمش. اللي اتظلم سيراميكا. الراجل من حقه ياخد 3 بونت. احتواء. ونأتي للخبر الأخير والمتعة الكبيرة، مباراة بيراميدز. يا خبر أبيض يا ولاد. والبنك الأهلي، هو عشان فيها الأهلي يا ولاد اللعيبة، عشان فيها الأهلي مفاجأة ومتعة من فريق البنك الأهلي بزعامة البرنس كابتن علي ماهر. ايه الشياكة دي؟ ايه الطعامة دي؟ ايه الحلاوة دي يا ولاد؟ 4-2. بيراميدز الاهلي ما عرفش يجيب في جوان، ما هو حب الاهلي بسائد السنه دي. والزمالك خد 3 ودول يكسبوا 4. الله اكبر. فيرجع بيراميدز ورا ويتصدر الاهلي الدوري، ونرجع لاولاد اللعيبه المعلمين
لجنه التظلمات ولا لجنه البت ولا لجنه الفت اللي اجلوا القرار ليوم 15. ليه يا عم الحاج يوم 15؟ قال لك اصل وقعوا في بعض خلاص الاعوان. مين هم الاعوان يا عم محمد؟ الزمالك وبيراميدز وقعوا في بعض. الله اكبر، هيلعبوا مع بعض الماتش الجاي. ويا قاتل يا مقتول، بعد ما كنا بنقول الزمالك هيسيب لبيراميدز، دلوقتي الزمالك ينزل يطعن بيراميدز. ليه يا عم محمد؟ هو خلاص فرق بينه وبين اللي تحته قال ده ممكن ما يلعبش كونفدراليه اصلا، فهينزلوا ياكلوا في نفسهم. هتبقى المتعه الكبيره في الماتش الجاي للزمالك وبيراميدز. هيبقى احنا كلنا نقعد نتفرج كده. الاعوان، اعوانك خانوك يا ريتشارد. اعوانك خانوك يا ريتشارد. الزملكاويه اللي بيشجعوا بيراميدز هتشجعوه ضد الزمالك ولا هتعملوا ايه الماتش الجاي؟ انا طب يا نادي يا زمالك يا لعيبه، هتسيبوا الماتش ولا هتعملوا ايه الماتش الجاي؟ ما تقدروش. يا روح ما بعدك روح. قلتوا فينا وانا مجروح، انا يا زمالك مجروح، يا انا انت يا بيراميدز المذبوح، والنادي الاهلي اعتلى الصداره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.